السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أول فيديو إلي على هذه القناة لأنه قناتي القديمة راحت. رحنا على الحقلة على الجنينة لحتى نقطف شوية فواكه للولاد. قطفنا تين، بما أنه اللهم صل على سيدنا محمد آخر الموسم كم حبة يعني فيه مش كتير يعني، بس عم أفرجيكم قلب الحبة كيف أحمر. عكس هو في نوعين أو 3 للتين. هيدا التين كتير طيب، قلبه أحمر. هيدا كتير بحبه، كتير طيب. قطفنا شوية تين، صرنا زمان كتير والله ما جينا على هون على هيدي الجنينة نقطف شوية تين. وفي كمان فواكه تانية هلأ فرجيكم ياهن. شوفوا هيدا ماسكة التليفون بإيد وعم صور وعم بقطفه بإيد، فالموضوع شوي صعب. ليكو شوفي كيف قلبها أحمر، ما شاء الله. هون قطفنا شوي مش كثير يعني، إنه ما كان فيها، إنه خلص آخر موسم التين خلصنا. كل عام وانتو بألف خير. هون كله عم ياكل تين. صرنا زمان كتير، صرنا يمكن قريب الجمعتين أو 3 ما نزلنا على الجنينة هون. جينا على الرمانة. هيدي الرمانة حامضة، أنا كتير بحبها. أنا طبعا عندي العيلة كلها ما بياكلوها لأنه حامضة، ما في غير أنا بحبها لفطاير هيدا قولوا معي، لفطاير السبانخ، لفطاير البقلة مع الرمان كتير طيبة. حتى مع اليالنجي جربوا حطوا رمان كتير طيبة بيطلع. قطفنا شوية رمان أبيض، ونحن أصلا كل جايتنا لحتى نقطف مانجا. هلأ نحن بنقلها مانجا، بلبنان بيقولوا خرمة، ما بعرف عاد انتو بدولتكم شو بتقولوا لها، اكتبوا لي بالتعليقات. هون عم فرجيكم الاسفرجل ما شاء الله كيف صاير. شوفوا رح نروح على الخرمة، على المانجا يعني. ليكو هلا هون هيدا التفاح الصيفي كمان اخره ضل كم حبة بالشجرة. شوفوا الجو اليوم مغيم، الجو كتير حلو. اكلت التفاحة ما تحملت وصل على البيت وغسلها. هون بدنا ننزل لتحت لحتى نشوف شجر المانجا او الخرمة لتحت. لا هون خطر شوي، بخاف وانا عم انزل لانه الدرج مش ثابت بتحسوه، يعني الصخر بيتحرك من تحتكم، الحجار الكبير بتتحرك. هون الخرمة، بس بدي افرجيكم الاطلالة ما شاء الله تبارك الرحمن، خرافية عن جد، شي فوق الخيال. هيدا هون التوت الأحمر، بس بلشت تيبس الشجرة من قلة الاهتمام، لأنه مو كتير يعني نحن معتمدين على شجر تفاح القالع حد بيتنا فوق، فهون يعني قليل لننزل مثلا نسقيها أو نهتم فيها ونشحلها، فلهيك يعني بتكون في منا كتير شجر عمية. بس شوفوا كلها مستوية كتير، ومنها كتير هار على الأرض، وفي منها عم يكون مدود. هذا لسبب انه احنا ما رشيناها هاي السنة. فطريقة قطفها بحسها صعبة، انه بدك تقطفي العنقود اللي موجود فيه او ما بعرف شو شو بتقولوا لا انتو، بس هيدي العرق اللي فوق المانجا هيك يعني، هيدا الراس تبعها يمكن ايه، فبتكون كتير مستوية، بتكون صعبة قطافها يعني بتنمعس بايدك وانت عم تقطفيها. المهم قطفنا شوي، وقطفنا شوي كمان هيك على أخضر
كرمال يعني بيستوى بالبيت، لانه هيدا المستوى ما بيضاين، يعني انه اليوم او بكره بيكون مستوي. عم فرجيكم هون كيف العصافير ماكلين المانجا وهي على الشجره بس تستوي. هذا عمر عم يحاول يقطفها وما عم تنقطف معه. قطفنا هول، ومشكلة مو جايبين معنا غير شرحة واحدة، يعني انه التين وفوقه الرمان وكمان المانجا، فالموضوع يعني راح اترككم انتو تحكموا. ليكو هون عم اقطف شوي خضر، يعني بعد مش مستويين، بحيث يستووا بالبيت عندي، يعني اول ما يبلشوا يستووا. اوكي، بضل بشد فيها لحتى تطلع بايدي. هون خلص، هاد عمر عم اساعده. قطفناهن هون. هاي الولاد يعني مع انه بيتحمسوا ليقطفوا، بس مش كتير بياكلوا المانجا، يعني كل واحد واحدة وبس، يعني ما انه يرجعوا تاني يوم ياكلوا او شي، لا، بس هو الحماس بالقطاف وبالشيل من على الشجرة وهيك. نحن ومارقين، شفت هيدا المانجا ما شاء الله منظرها عاطي على حمار، بس يا خسارة اغلبها مستوي وقع على الارض. هلا كلها هي اللي بالشجرة هيدي مستوية كتير، بس عجبني لونها ما شاء الله تبارك الرحمن، لونها عاطي على احمر. قطفنا منها كمان شوي لانه ما بيسوى يكون كله مستوي، يعني انه حرام راح ينكب، وبنفس الوقت هو على الشجرة عم يوقع على الارض. بس شو بدنا نعمل؟ اذا في عندكم وصفات بهيدي المانجا قولوا لي لاعملها. هون هيدا التفاح الصيفي بس كله مدوت كمان، يا خسارة، كله يا حرام مدوت. هلا فرجيكم، كله مدود لانه ما رشيناه ابدا. شوف، هيدا تفاح صيفي بس صغير، يعني نحن ملينا من شي اسمه تفاح لانه الجنينة اللي حدنا حد البيت مليانة تفاح، يعني ما بيلفت لي نظري التفاح الاصفر والاخضر، اكتر شي الاحمر يعني كتير بحبه. هون على اساس خلص وراجعين على البيت، بس عم نطلع على الليمون الحامض اللي تحت، في منه اخضر وفي منه بلش يصير اورانج. فكنت عم اشره لزوجي هون انه عم اقول له ليك صار برتقالي، بايدي لا مو مستوي رح يكون كتير حامض. فتحمسنا انا والولاد انه لو طفلنا كم واحدة، بس كان منظرها بيشفي القلب. قطفنا منها شوي، شي 4 5 حبات بس بحيث لندوقن، لانه هيدا شفتي فيتامين سي هلا كتير كتير منيح للولاد، لانه بلش القريب والحمد لله. شفتوا بالنهار عم يكون شوب، وبالليل عم يكون في نسمة باردة. هيدا عمر عم قال له رجع لورا ما تقلب، لانه الجلول هون مش ثابتة، يعني انه في منهم بيتحركوا لا سمح الله، اذا واحد وقف على الحرف بيقلب. هون جيت على البيت كان في دقولنا بدهم حمل تفاح قالة، هيدا التفاح الشتوي، فقالوا بدهم شي 20 صندوقة من هيدا الفرش واحد. فقلنا لهم ايه، راح جوزي قطفون وانا قعدت اوضبون. هلا هيك بنوضبهم، بنحطهم بورق احمر، وما شاء الله على هالتفاح قديشو طيب. قطفنا قطفنا يعني 10 كبار، طلعوا تقريبا قد ايه، اذا الوحدة بتعمل 5، استنوا لا احسبهم، 10 كبار 50، اذا كل وحدة 5 10 15 20 25 30 35 ايه 50 فرش، 50 فرش من هيدا عملنا، لانه هيك كانت جاية الطلبية. عملنا 50 فرش، واخدهم صاحب الشغل على السوق لحتى يوصلون. طبعا هون انا ماني عرفانة احط التليفون لحتى يبين كتير منيح، لانه كان في كتير عالم قاعدة شغيلي وولاد وهيك يعني، فما قدرت اصور كرمال ما يطلع معي حدا بالفيديو.
يعني ما بحب اصور حدا وما يكون عنده علم او شي. المهم فعبينا الصندوقة هيك بنلفها وبنعبيها. هلا هو لو بينحط بدون هيدا الورق الاحمر بيكون اسهل، بالورق الاحمر في تلبيك بالموضوع. هون وقع التليفون، صاركن شي؟ فعملت هيدي الصندوقة هون، ضلت اخر تفاحة بدي احطها بقلب على الصندوقة لحتى تثبت التفاحة على الحمل، ما يتحرك ويطلع من محله. وهيك بنكون خلصنا شغلنا لليوم. ان شاء الله يكون عجبكم روتيني. لا تنسوا تعملوا لي لايك واشتراك للقناة.